قلت لكم راه يوحد لون البشرة، ينحي التصبغات اللي كاينة في البشرة، ينظفها. كي نقول لك ينظفها يعني ينظفها، يدير لها شغل انغوماج، يقشر لك البشرة، الخلايا الميتة كامل يعاود يجددها لك. و ميم طون مليح باسكو فيه املاح معدنية، هذيك الاملاح المعدنية راح تغذي لابو تاعنا وتعطيها اطلالة جديدة وجميلة ونقية. وشنو الحاجة اللي نوصيكم عليها؟ ما تستعملوهش كل يوم، باسكو كون تستعملوه كل يوم راح ينشف لكم البشرة. استعملوه مرتين الى 3 مرات في الاسبوع، ولا كما نقولوا نهار على نهار. وما تنسوش الترطيب يكون باي زيت عندكم، حتى واذا كان زيت الزيتون، ولا اذا عندكم مرطبات اخرى مثل نيفيا ولا الجليسيرين، ولا المهم اي مرطب عندك تستعملو مولفة في البيت، انت استعمليه مورا ما تقوم بعملية تنظيف بهذا السيروم. هذا السيروم راهو طبي، السيروم هذا طبي يتباع في لي فارماسي، والسعر تاعو ما يوصلش حتى 30 دينار، عفوا ما يوصلش 30 ألف. يعني اي واحد يقدر يشريه، ماشي حاجه غاليه. ما نوصيكمش برك ما تستعملوش بزاف ولا يوميا. واش يلي البشره تاعها تكون دهنيه تقدر تستعملو يوميا، الصباح والمساء. في الصباح بعد ما تغسل وجهها، وفي المساء بعد قبل ما تروح ترقد تقدر تستعملو. وخليوه كيما قلت لكم يطول شويه في لابو تاعكم باه تمتص الفوائد والاملاح الموجوده فيه. نشكركم، ما تنساوش اللي تابعتني جديدة تخلي لي تعليق، واللي راها تشوف في قناتي أول مرة نطلب منها أنها تشترك في القناة. ومرحبا بها في عائلة اهتمامات المرأة الآنقة. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء إلى فيديو جديد إن شاء الله.